السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم تامر أبو المعاطي وممنوع من العرض. فيلم الليلة الحساب يا مدموزيل، فيلم أعتقد إن كتير أوي 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 ما سمعش أصلا الاسم ده قبل كده ولا يعرفه يعني. بيحكي عن قصة نيلي، هي فتاة متيسرة الحال وكويسة، وأخوها صلاح السعدين ولها أخ تاني اللي هو سمير حسني، لكنها فضلت انها تنزل العمل الحياه وتعيش الحياه العمليه بتاعت الايه، وتكسب قرشها من عرق جبينها وكده. فهتنزل تشتغل ايه جوسوله في احد المحلات. المحل ده فيه مجموعه من البنات، فهي بتحكي مأساة البنات اللي اشتغلوا على اساس يعني ان كل واحده بتشتغل خلاص، يعني نزلت، ما دام الست نزلت تشتغل يبقى هي عوه او حاجه غلط يعني، او الا بتنزل تكسب عشان خاطر حصل لها نصيبه قبل كده. فيلم غريب طبعا في القصه في الاحداث، وهنشوف دلوقتي ايه القصه ازاي. البدء هنا مثلا بتبدا تحتك بالزباين، هتوقع حاجه على واحد، على احد الزباين. هنشوف بقى دي اللي بتبقى قايمه بدور سخيف جدا جدا بقى، اللي هي ساقطه، بعد ساقطه بمعنى كلمه ساقطه يعني، بتعمل نفسها وتنام مع الزباين، وقصه سخيفه جدا بالنسبه لها يعني، مجرد المال. وهتحكي قصتها بعد كده. طبعا سمير صبري ده اخوها معترض على موضوع ان هي تشتغل، وعايش في الدور ان هو او استقراطي بقى وفلوس وكلام من ده، واصحابه ايه البنات هيشوفوا ايه نيلي في تشتغل، فهيقلصوا عليه. هو بيشغل في القمار وكلام من ده، لغايه لما في نهايه الفيلم هيتحكم عليه بشيكات بدون رصيد، وهي هتحاول تحل له المشكله دي. هنشوفها في الاخر مع بعض، هتكون سبب في قصه هتحصل في الاخر. لبلبه ايه قصتها في الفيلم؟ لبلبه ان هي بنت عاديه خالص، وكانت بتحب يوسف فخر الدين. فجاه هتفاجئ في ان يوسف فخر الدين بدل ما يتجوزها، هي هتفتح الباب على امها، هتخش تلاقي امها نايمه معاه وتقول لها ده جوزي انا. ادي قصه بتاعت نخلص منها لبلبه. هتيجي بعد كده للبنات، مجموعه البنات اللي معاها التانيه. عندك بعد كده في زيزي مصطفى، وفي حياه قنديل. حياه قنديل مثلا ماشيه مع طارق النهوي، هيضحك عليها ويسيبها وتكون حامل وهتخلف في نهايه الايه، في نهايه الفيلم. برضه زيزي مصطفى هتكون عارفه واحد بتشتغل بتشتغل عامله مصعد في احد المصاعد، وهتقابل شخص اللي اشوفه اللي معاها دلوقتي، وبرضه هيضحك عليها هي كمان. ده يا فيلم بيحكي عن يعني كل واحده نزلت تشتغل في الشارع، او تشتغل في اي مهنه، ده معناها ان هي كانت ايه، بنت سلوكها وحش، فبنت مش عارف واطيه، بنت قليله الادب، بنت فعلا. فيلم سخيف جدا من الناحيه دي يعني. سخيف بمعنى كلمه سخيف. توفيق الدين بقى اي بدور سخيف جدا، طول الفيلم عمال يديها بقشيش يمين وشمال، بقشيش يمين وشمال. هي مستغربه ليه في القصه دي. وفاول فيشاوي قايم برضه بدور سخيف مع سمية الألف، ضحك عليها ومش عايز يتجوزها. دور برضه بسيط قوي 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 يعني، لغايه لما هتنتهي الفيلم في الاخر بان هي ايه، هتكون نيلي هتحاول تحل مشكله اخوها ان هو عايز فلوس. فهتطلب من واحده معاها جوسونه، تقول لها انا عايزه فلوس. هتقول لها خدي العنوان ده وروحي في الحته الفلانيه. هتروح هتفاجئ مين هناك؟ توفيق الدين. للاسف الشديد بقى توفيق الدين قايم بدور سخيف اللي هتحاول ايه يتعدى عليها. في بقى عامل الكشاف معاه زميلهم في المحل ده الموضوع واد جدع جدا. ده اللي اول ما يعرف ان هي ايه، واحد العنوان ده هيجي عليها وهينقذها، وفي الايه وهينقذها من ايد ايه توفيق الدين في الايه في الموضوع ده. في نهايه الفيلم بقى هنشوف ايه اللقطه الجميله جدا جدا، اللي ايه اللي يعني اللي بتوثق كل الفيلم في عباره قالها الراجل الاسمراني اللي هو السواق بتاع الايه العربيه او الحافله اللي بتنقلهم كل يوم للشغل. لما يقول لهم ايه، قال لي هيقول ايه، البنات ثلاث حاجات، في واحده منهم بتفرح في الكوشه، يا واحده بتستخبى ورا الكوشه، يا واحده بترقص قدام الكوشه. طبعا اللي بتتجوز دي اللي ساعد صح زي نيلي مثلا، اللي بتستخبى ورا الكوشه كانت المديره بتاعتهم مش عايزه الجواز. اللي بترقص قدام الكوشه بقى اللي هي اللبلبه، اللي هي ايه. فيلم بتاع بصراحه يعني ايه، على قد ما هو حلو، على قد ما هو ايه قصته يعني ساخطه للبنات، او بيوحي بان البنت اللي بتشتغل لا يبقى عامله فضيحه او عامله حاجه وبتسعى عليها. قصه يعني هنقول ايه، يعني 80% كويسه. لكن في النهايه الاحداث بتاعتها النهائيه بتوحي بمدى ايه، يعني سخافه الايه القصه، لانه وسخ مبدا ان الست اللي بتشتغل لازم تكون عامله فضيحه او بتسعى الى حاجه غلط، كانت عملت حاجه غلط وبتسعى الى تصحيحها يعني. لكن بصراحه نيل قايمه بالدور حلو جدا جدا، وجميع ابطال الفيلم قاموا بالدور ممتازين فيه. انصحكم بمشاهدته، فيلم هيعجبكم جدا جدا جدا. طبعا النهي هنا على فكره هو دوت اللي ايه ضحك على البنت وكانت ايه وخلع منها وما رضاش يتجوزها، وده الابن يعني. ففيلم هيعجبكم جدا جدا في الاحداث بتاعتكم، وخاصه كان سمير صبري ده كان على فكره كان المفروض يبقى نجم، حاولوا يعملوا منه نجم، لكن للاسف افلامه كلها اتمنعت. ليه؟ ما حدش عارف برضه. من ضمن الحاجات اللي اتمنعت ايه، من ضمن الابطال اللي كانوا المفروض يسعوا يبقوا النجوم زي برضه صلاح السعدني شايفينه، كان برضه من ضمن الافلام اللي اتمنعت وافلامه فجاه اختفت. ده
اللي قال الثلاثه الجمله الاخرانيه، اللي هي بنت بتتجوز، بنت بتستخبى ورا الكوشه، بنت بترقص قدام الكوشه. دي عباره جميله جدا جدا جدا. على فكره دي اللي هتتجوز ده في الاخر، ده اللي هو عامل الكاشير، ده فوق الفيشاوي لما ضحك على سمية الالفي. دي الست اللي هي استاذتهم في الرئيسه بتاعتهم في الشغل. وكل واحده بقى قصص جميله جدا وممتعه. بس للاسف ان هو بيوسخ مبدا كل من يشتغلنا عاهرات، يعني كل من يشتغلنا عاهرات. دي الحته الوحيده اللي بيستعيبها في الفيلم. يا اما ممكن تجيب اتنين تلاته كويسين مثلا، وواحده هي اللي سلوكها وحش، لا ده جايب كل وحشين وهي نيلي الوحيده اللي محترمه اللي فيهم. فكده بيعمم مبدا ان البنات اللي عاملات كلهن يبغين الكذب من اجل تحليل قرشهم، اللي هم من اجل تصحيح اخطاء لهم. ارجو ان ينفعكم يعني تشاهدوا الفيلم بشهاده ممتعه، وشكرا لكم جزيلا.